عاملين ايه؟ النهارده انا هتكلم عن ايه هي الادوات اللي انت هتحتاجيها لما تبتدي رحله الكيرلي هير جيرني بتاعتك. فيلا بينا. طيب اول حاجه هتكلم عليها هي ايه الفرش اللي انت المفروض تكون عندك في بدايه الرحله بتاعتك. طيب انا في البدايه لما كنت بحب اعمل ستايلينج انا ما كنتش بستخدم فرش. ليه؟ لان انا لسه ما كانش شعري في الكيرلي ستيج بتاعته، يعني هو كان لسه فيه حتت ملفوفه ونازله. فانا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بفينجر كويل. انا كنت بجيب مثلا خصله من شعري وكنت ببتدي اعمل كده لفه 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 كده اهي، وبعد كده كنت اسيبه يعمل كده. هو هنا يعني مش حاطه له ميه ولا اي حاجه، بس هو كان بيبقى كده. فده كان في البدايه خالص، فانا اخري بس كنت بسرحه مثلا وكنت بلفه بايديا. طيب بعد كده لما شعري بدا ان هو ياخد شكل الكيرل شويه بقيت بستخدم فرش معينه لشعري، وستيل لغايه دلوقتي انا كنت بستخدم. اول فرشه هنحتاجها فرشه التسليك. ايه فرشه التسليك دي؟ فرشه اللي انت بتسلكي بيها شعرك. انا بستخدم حاجه مش بتقطع الشعر، تمام؟ لان طبعا انا شعري خفيف، فانا مش هينفع ان انا استخدم حاجه بتقطع شعري. اوكي، فالحاجه الوحيده اللي نفعت مع شعري هي دي. هو اسمه التانجل تيزر، بيتجاب برضو من محلات اونلاين. هبقى احط لكم يعني اسم البيجز اللي انا كنت بجيب منها. خفيف جدا على الشعر ومش بيقطعه خالص، ولغايه دلوقتي انا بقالي كام سنه تقريبا بستخدمه، وهو حلو جدا مع شعري بصراحه. بس ده للتسليك، ان انا هي اسمها تسليك مش عارفه، ان انا اسلك بيها شعري يعني. فرشه بقى بتاعت الستايلينج انا كنت بستخدم ايه ولغايه دلوقتي لسه بستخدمها؟ الفرشه دي اهي، دي. هي كان عندها هاندل كده من ورا، بس طبعا هو اتكسر، فهو كان اللي هو ايه كانه بيتوسع كده. فده الحلو اللي فيه، علشان خاطر لو عايزه مثلا الكيرلز بتاعتك تبقى واسعه تبقى ضيقه عادي، بس هو بيدي شكل حلو قوي للكيرلز. وهوريكم برضو انا بستخدمها ازاي. ينفع مع كل الشعر يعني، هي بتبقى حلوه يعني، انا بحبها بصراحه وحلوه. انا عارفه ان قلت حلوه كتير، بس ده يعني فرشتي المفضله. الفرش التانية اللي انا نادرا بقيت بستخدمهم، بس لو حبيت اجدد من شعري مثلا شويه، هم مش قد كده بصراحه، بس في ناس بتستخدمهم وبتنفع مع شعرهم. دول، دي اهم، دي بتاعت The Hair Addict، ودي فرشه عاديه جدا. تمام. الفرق اللي ما بينهم هما كل واحده فيهم بتخلي شكل الكيرلز مختلفه. انا بطلت استخدمهم يعني، لان انا خلاص اتعودت على الفرشه التانية. في ناس تلاو بتستخدمهم وبتبقى تحفه على شعرهم. تقريبا ده الفرشه الاصلي تبع The Hair Addict، ودي فرشه عاديه جدا كنت جايباها وكانت شغاله، كانت ب 100 وحاجه تقريبا، عشان كنت لسه ببتدي الرحله فما كنتش عايزه اجيب حاجه غاليه وارميها. فبعد كده لما عرفت ان هو كان لطيف بقيت بستخدم دي. بعد كده مع الوقت ما حبيت ان انا اغير، فجبت الفرشه دي وطلعت حلوه معايا، ودي اللي فضلت مكمله معايا بقى السنين اللي فاتت دي كلها. بس فدول الفرشتين. انا لما بحب افك الكيرلز بقى بتاعتي، يعني انا بعد ما اكون بقى عملت الستايلينج بالفرشه البينك، حابه ان انا افك الكيرلز عشان ما تبقاش ملزقه كده مع بعض. بالمشط، مشط مش مشط صح، مش عارفه. دي عشان هي البريسلز بتاعتها بتبقى واسعه، فانا بقوم عامله كده، بفك بس الكيرلز بس واحده واحده عشان ما تبقاش كلها ماسكه في بعض. او ممكن تسلكي بيها لو انت مثلا الفرشه بالنسبه لك صعبه شويه، المشط برضو ممكن تسلكي بيها عادي. اكتر بقى حاجه مهمه، ودي لازم لازم لازم، البوتل دي. هي مكسوره ومتبهدله شويه بصراحه، بس دي ممكن تجيبيها مثلا من اي مكان. مش عارفه كنت جايباها منين بصراحه يعني، بس اظن دي سهله ان هي تتلاقى. اخلي شعري تبقى سوكينج ويت، مبلوله على الاخر. ليه؟ شعري تمتص البرودكت يعني، ما تبقاش على الحرف كده. الميه هتساعد في الموضوع، فكل ما تكتري ميه اكتر على شعرك كل ما يبقى احسن، عشان لما تيجي تحطي مثلا البرودكتس بتاعتك تعرفي تسلكي كويس. لو حطيتي البرودكت وجيتي تسلكي شعرك هتحسي ان شعرك بيتقطع، فعلشان كده رشي ميه كتير. بالنسبه للتوك، انا ما بستخدمش توك عاديه يعني، انا اكتر توكه انا بحب استخدمها ومعايا وبتلم شعري دي. انا دي كنت جايباها من مصطفى كامل، تمام؟ يبقى في كده محلات كتيره قوي بتاعت اكسسوارز والكلام ده كله. تقريبا ده المحل اللي انا شفته بيبيع التوكه دي، مش فاكره برضو اسم المحل للاسف. التوكه تقريبا 25 جنيه تقريبا يعني. انا لما احب مثلا ارفع شعري كبوني تيل مثلا او اعمل شكل، دي
حلو جدا جدا جدا، مش بيقطع شعري ولا اي حاجه، بالعكس سهل وبيرفع شعري لفوق. دي بقى لكل انواع الكيرلي. لما اجي انام بعمل ايه؟ هو برضو متبهدل مني. توكة ساتان، تمام. انا بعمل ايه؟ انا بقوم جايبه شعري كله لقدام، تمام، وبحطها على شكل باينابل كده، واقوم حاطه عليها البنيه اللي انا لسه هوريها لكم دلوقتي. ليه؟ عشان لما اجي انام شعري ما يتفكش. لان ناس كتيره تقول لك طب انا لما بنام بصحى مثلا تاني يوم الاقي شعري مثلا الكيرلز مفكوكه، علشان خاطر انت مش بتربطي شعرك صح. فلو ربطتي شعرك صح ساعتها الكيرلز بتاعتك مش هتتفك، خصوصا لو انت في بدايه الرحله بتاعتك. هتلاقي ان شعرك مش هيظبط قوي، لان الكيرلز لسه مش اللي هي شعرك مش متعود عليه، فانت عشان كده هتلاقي سهوله في التفكيكه يعني. بس انت لو لميتيها صح مش هيتفك. فانا بجيب شعري كله لقدام، انا هوريكم عشان ما تستغربوش. بجيب شعري كله لقدام اهي، هو انا شكلي عجيب شويه اهي اهي ده المنظر. بعد كده بقوم جايبه البونيه وعامله كده. طبعا يعني شعري عشان لسه مبلول اهي، بقوم اعملها كده. انا عارفه ان منظري عجيب، بس هو ده المنظر اللي انا بنام بيه كل يوم يعني. هي دي البونيه اللي كنت بقول لكم عليها. ولازم تكون برضو ساتان اهي. بصوا الماتيريال لازم تنامي بيها. ما ينفع لو عندك مثلا المخده بتاعتك الشيتس ساتان حلو برضو قوي مفيش مشكله، بس انا بلبس البونيه علشان خاطر انا يعني اسهل لي يعني. ما اعرفش، هحس ان شعري هيكون متكعبل بالليل. ده بالنسبه للادوات اللي انت المفروض تحتاجيها. لما تيجي تطلعي من الشاور بتاعتك، اوكي، هتحبي ان انت تلمي شعرك. طيب في ناس بتلم شعرها بفوطه عاديه، لا، ده اكتر ميستيك بيتعمل. لي شعرك ساعتها هيكون هايش كده ومتكسر فمش هيبقى لذيذ. هتجيبي البونيه ده برضو بيتحط على الشعر كده طبعا، بس بكون لما شعري بقى كله لورا. انا ببص هنا عشان في مرايه يعني ببص هنا ببص هنا. فدي بعد ما تطلعي من الشاور، او تاول دي مايكرو فايبر تاول، اسمه كده مايكرو فايبر تاول، بس دي احسن بكتير من الفوط العاديه. ده لكل الشعور يعني، مش بس للكيرلي، لا، هو ينفع للشعر الستريت، الكيرلي، اي نوع شعر. ما ينفعش تستخدمي شعرك لفوطه عاديه، لازم يكون مايكرو فايبر تاول. هي دي الادوات اللي انت المفروض تكوني يعني عندك في الكيرلي هير جيرني بتاعتك. يا رب ما كنتش طولت عليكم يعني. ولو برضو حبيتوا تسالوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم المره الجايه. باي باي.